السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم الصحة واحسن حال. يا صباح الخير والهنا والسعادة والرضا من الرحمن والرزق الواسع ليكم ولبيوتكم واولادكم. اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين كده هنحضر مع بعض فطار، يعني كله يعتبر جاي من المطعم. فلافل وبطاطس وبدنجان طبعا جايين من المطعم. يا دوبك احنا هنوضب الفول بأبسط حاجة، يعني بملح وزيت بس. مش هنحط بقى طحينة ولا ليمون ولا أي حاجة من الحاجات دي. كنا عايزينه النهاردة بصراحة، يعني حاجة خفيفة كده. وكانوا جايبين كمان لانشون. هو احنا كنا بنجيبه كل فين وفين، يعني نادر جدا ما بنجيب اللانشون ده، لأن ما فيش غير فردين بس فينا بيحبوا. فتلاقينا كل فين وفين ما بنجيبه. تمام. هنا كوكي كانت لسه صاحية من النوم يا حبيبة قلبي، واخدتها جنبي كده على الرخامة على بال ما ايه، ما اجهز الفطار. فطار سهل جدا. وكان عندي طبعا جبنة، وكان عندي بيض، بس ايه يعني، لا ما كانش في حد عايز غير كده. كله عايز الاكل ده. بس سألتهم احط لكم جبنة، لا زهقانين من الجبنة. تمام. طب اقللكوا كام بضايه كده ليه يا ماما؟ احنا امبارح كنا عاملين كشري وبيض وطماطم مملحه وكده، فمش عايزين بيض تاني. قلت لهم خلاص خليها كده، انتوا بقى ايه اللي قلته. ورحت عامله لهم بس شاي كده جنب الاكل للي برضو عايز شاي مع الاكل. انا عن نفسي ما اعرفش اكل ولا لقمه، بالذات على الفطار كده، من غير ما ابلع بكوبايه شاي. وساعات بشرب شاي وبس، ما بفطرش اصلا. تمام اهو. قلت لك وتذكروا يا ناس وانا احبكم. هما كمان بيحبوكي يا قلب ماما. تمام. بس كده ده اللي كنتش قلبت الفول، حتى رحت سحبه شوكه كده وايه وقعدت اقلبه. فطار سريع سريع كده، لان انا كنت نازله السوق. انا اللي كنت عايزه انزل النهارده بصراحه، زهقت من القعده وكده. وطلبت من بابانا ان انا اللي ايه، اللي انزل. حتى قعد يقول لي خدي سونا، خدي اي حد. قلت له ماشي اي حد مفيش مشكله. السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. انا كنت في السوق ولسه جايه وجايبه شويه طلبات. تعالوا اوريكم بقى الطلبات اللي احنا جبناها بالاسعار. ندخل كده في الفيديو على طول عشان ما اطولش عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت الجزر ده، نبعت لكم شويه. الجزر ده هو بيخبش كده من العربيه، عشان انا عايزه املحه، يعني عشان بيبقى حلو قوي. ولادي بيحبوه. الكيلو بكام؟ الكيلو ب10. تمام. دول 2 كيلو عملوا اللهم صل على النبي 20. تمام. دي اول حاجه. هو بيغرفوا كده الراجل من العربيه. وده ليمون. كنت جايبه نص كمان، مش فاكره حطيته فين. مش فاكره حطيته فين. ادي نص ليمون. نص ب10. وادي ده في نص ليمون كمان، بس مش عارفه راح فين. المهم جبت البدنجان ده اهو. كيلو البدنجان ب25 جنيه. مش عارفه ليه غالي كده. الكيلو ب25. وكيلو الخيار ب15 جنيه. طبعا كده كده كل الاكياس دي هنشيلها. كيلو الخيار ب15 جنيه. وجبت كمان كيلو كوسه. كيلو كوسه ب20 جنيه. جميله وبصوا لسه يعني قمر اهو. انا بحب اجيبها كبيره شويه كده عشان تبقى سهله في التقوير. تمام. ده بقى ايه؟ بصل وفلفل. او الفلفل الربع ب10. والربع ب10. والبصل ده الكيلو ب10. البصل الابيض الكيلو ب10. تمام.
وجبت طبعا توم. اما اجي بقى اعمله جبت 20 كيلو عشان خاطر بصوا بقى الرز بتاعته، عشان خاطر نفرزوه كده. بصوا الرز بتاعته ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الراس قد ايه ده، عشان هنفرزه مع بعض. تمام. هشوف بقى ربع نص الليمون ده راح فين، يا اما اكون ما جبتوش من عند الراجل اصلا. وادي نص الليمون التاني نسيته عند الراجل، نزلت جبته وجيت. كيلو الليمون ب20 جنيه. كان اول ما سالت عنده عند الخضريه جوه في قلب السوق، قالوا لي بكام، 7.5 حاجه كده الربع. ففي واحده واقفه قالت لي ده في واحد على قمه الشارع يا بنتي بيبيعوا ب15 جنيه الكيلو. رحت راجعه له بقى، رحت فقال لي 15 جنيه كله على بعضه. فقلت له لا انا عايزه انقيه. قال لي طب يبقى النص يعني الكيلو ب20. جبت كيلو. يلا بقى ايه نكيس الحاجه بتاعتنا دي. طبعا ده هيطلع في البلكونه مع في التربو في البلكونه. انا بقى بحب احط الحاجه في اكياس عشان اما بتبقى من غير اكياس في التلاجة بتدبل. بتدبل وقشرتها بتبقى مش تمام كده. فبحب احطها ايه في اكياس ومن غير غسيل ومن غير اي حاجه. وجبت كمان سمك وجبت بوري هنملحه يعني ايه كده يعني. الكيسه دي بحط فيها الخيار. بسم الله. عشان بس ما ينفعش اشيلهم في الاكياس السوداء دي. نرص الحاجه دي الاول كده في التلاجة. انا بحطهم من غير غسيل على وضعهم كده. انا عندي طماطم عشان كده ما جبتش. ده كيس فلفل كان باقي عندي، بس ايه خليه على وضعه يعني، هو نظيف مفيهوش حاجه. خليه كده اسحب منه قبل ما اسحب من الجديد. ده الربع ب10 يا بنات. الفلفل الحامي ده. نجيب بقى سبيت عشان اكمل باقي الحاجه. عندي بطاطس ومش كتير هجيب، بس عشان الشيله انا ما قدرتش بصراحه ايه اشيل اكتر من كده. هعمل بدنجانه بس النهارده كده مسقعه جنب الاكل وخلاص. جنب السمك هعمل سمك. تمام. هجيب كيس الكوسه برضو. عايزه اعمل محشي بس مش عارفه ليه كسلانه يعني. عايزه اجيب ورق عنب بقى ونعمل حبه محشي حلوين كده ان شاء الله. انا كده دي عايزاها انا، وهطلع برضو خيارتين عشان السلطه، عشان نعمله طبق سلطه حلو كده. وبرضو نعمله ايه ما مفيش
تمام دول كده خلاص. وده هحطه في درج التلاجة على وضعه زي ما هو كده لحد ما اجي املحه. وهاخد برضو ايه، لا مش عايزه فلفل، عندي ليمون كتير عشان النهارده سمك بقى، ففي غسيل حاجات وفي تمليحه وكده، فعايزه 4 ليمونات اهو. اروح بقى ايه اودي الحاجات دي التلاجة كده خلاص. لازم احطهم في اكياس قبل ما احطهم في التلاجة. هروح بقى احطهم في التلاجة وارجع معاكم تاني. دي بقى كده الحاجات اللي انا هعمل بيها السلطة واللي انا هستخدمها النهاردة. كده كمان البطاطسية دي طبعا كل الخضار ده هيتغسل، بس انا مجهزاه كده عشان ده اللي انا هستخدمه النهارده ان شاء الله. تمام تعالوا بقى اوريكم السمك. هشيل البصل واوريكم السمك اللي احنا هشيل البصل في البلكونه واوريكم السمك اللي انا جايباه للتمليح. هعمل بوري عشان خاطر بوري عشان احنا بنحب الفسيخ وكده، واللهم صل على النبي محمد. وهعمل النهارده بولتي، خليكم معايا. هنشيل بقى الخضار ده عشان ما يتصفرش. بصوا بقى ده البولتي اللي انا جبته، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الكيلو بكام منه؟ الكيلو ب95 اهو. بصوا ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله. وكان حي طبعا بيلعب كله ما شاء الله اهو. ده الكيلو ب95، بجيب على عددنا كل واحد واحدة. ده بقى البوري جايباه هملحه، مش عارفة هملحه واحتمال ايه اعمل منه طاجن، يعني مش عارفة لسه ما خدتش القرار. حي طبعا حي يرزق اهو ما شاء الله اللهم بارك. بصوا البوري اهي اهو. بصوا البوريه قد ايه يا بنات اهو. الكيلو بكام؟ ب180 اهو. ماشي. قلت بقى املح منه 2 واعمل طاجن، يعني مش عارفه لسه هنشوف مع بعض هنعمل ايه اهو. بسم الله ما شاء الله وحي كله. وده طبعا انا ما بحبش السمك غير ما يكون يعني ما شاء الله ما شاء الله حي بيلعب كده عنده. ما كنت والله العظيم كنت بمسكهم كده بالعافيه، بس هم بقى عشان انا على بال ما كملت السوق ورايحه جايه ومش عارف ايه وجيت ارتحت شويه، فكانوا هادوا شويه يعني. الحمد لله. اروح بقى ايه انضف اللي هنضفه ونشوف هنعمله ايه ونرجع مع بعض تاني. دخلت بقى اول حاجه الحمد لله كنت مخلصه المطبخ من بالليل والله، بس دول بقى ايه جميعا حبوب جامد وهم كمان بيحبوك يا قلبي. بس هم دول مكان الفطار بقى وتجهيز الفطار وكده. وكان عندي علبة تلاجة كان فيها حاجة مش فاكرة كانت ايه ناسياها في التلاجة، فحسيتها باظت رحت رمياها كده. يعني شوية حاجات ايه صغيرين جدا، فقلت اعملهم الاول كده قبل بقى ما اغسل السمك بتاعي واظبط الدنيا واشوف هنعمله اكل ايه النهارده. طبعا انتوا شفتوا النهارده ايه الحاجات اللي انا جبتها من السوق اهي، هنوضبها بقى مع بعض ونشوف هنجهز ايه. بس تفريز التوم ده هعمل معاكم جزء كده وفرمه بقى والحاجات دي طبعا ايه هعملها معاكم في فيديو تاني، لان انا يعني كنت حرفيا استويت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا كنت جبت 10 كيلو قبل كده، وجبت النهاردة برضو بتاع 10 كيلو. قلت بقى ايه يبقى كده 20 كيلو والله، وعايزة اجيب تاني لان انا يوميا احنا من الناس اللي بتحب الاكل اللي بيتحط عليه توم اكتر حاجة يعني. استهلاكنا في التوم كتير. وبنحبه بصراحة، يعني بحب الاكل في السمك
في في المخللات اغلى يعني، ساعات بستخدمه في المخللات، في يعني مش كل المخللات طبعا، مع الخيار، حاجات كده يعني. عندي ولادي بيحبوا ياخدوه في صوص كده، يعني مش كل ولادي، لان في عندي ولادي منهم تعبانين ما بيستحملوهوش. يعني مثلا جربت ان انا اديه كوكي زي ما بدي لبقية اخواتها وكده. لا، كوكي ما استحملتوش خالص، بيقطع في بطنها. اما بديهولها الصبح بحب ادي لكل عيل فص توم كده. لكن دلوقتي هم كبروا بقى، اللي بيحب ياخد ياخد، اللي ما بيحبش هو حر. كوكي بحب اتعامل معاها كده يعني كمضاد حيوي لجسمها وكده. بس هي حبيبة قلبي بتتعب جامد جدا منه. حتى اي اكل بيبقى فيه توم هي بتتعب منه، فعشان كده ايه، ما عدتش بستخدم في اكلها توم يعني. لكن احنا بقى من عشاق الاكل اللي بالتوم. فلفل بصلصة، مكرونة، صلصة المكرونة ساعات بحط فصين توم كده. بس دلوقتي ما عدتش بحط عشان خاطر كوكي. او بعمل مثلا نوعين صلصة عشان مكة. صلصة عادية جدا وصلصة بالتومة كده، بتدي نكهة تحفة تحفة تحفة. خلصنا كده بقى حبة المواعين بتوعنا، وغسلنا الحوض وظبطنا دنيتنا على قد ما نقدر كده عشان نشتغل وايه، ويبقى الحتة حوالينا كده زي القشطة. خلاص خلاص، هبتدي بقى اشطف البوري ده. البوري اللي ايه، اللي انا هملحه. اخدت بوريتين هشويهم، وبوريتين وثلاث بوريات هملحهم. تمام. حابة ايه اعمله، بقالي مدة طويلة جدا ما ملحتوش. في البيت كنت بشتريه حتى في العيد اشترينا الفسيخ من بره. فبس ولادي قالوا لي لا يا ماما حرام، ما انتي ظلمتينا بان احنا كنا فسيخ من بره. لان متعودين كل سنة انا بعمله في البيت. بس يعني ايه اللي حصل، هحطه في مصفى كده بقى لما ينشف. ده اول حاجة انا استخدمتها، ركنتها كده على جنب. وطبعا غسلت ده انا مع نفسي بقى عشان ما اطولش عليكم. وكنت جايبه طبعا إيه انا منضفه اصلا السمك البلطي بره، فعطيت له شطفه حلوه كده ورشيت عليه ملح وليمون وركنته. جبت شكاره الرز دي 10 كيلو تحفه، اللي هو الرز يا بنات اللي بيبقى محطوط بالزيت، رز معمول بالزيت كده نظيف. ما بيحتاجش لا غسيل ولا تنقية يعني. بس انا بصراحة بغسله، مش عارفة ليه يعني، ببقى مش مرتاحة كده. اهو هفضيه بقى كده. دي شكارة 10 كيلو، ما جبتش من الكبير عشان طبعا كنت ايه مش قادرة اشيل اكتر من كده يعني. وصلوا تحت البيت يعني. حتى انتوا لو خدتوا بالكم انا نسيت الليمون عند الراجل، نزلت هوا جبته وطلعت. هاخد بقى كده ايه 4 كوبايات هعملهم، والباقي هيتحط. بحطها بقى دي جنبي. الكرتونة اللي هناك دي كرتونة زيت. انا بجيب الكرتونة بكرتونتها كده، بتن عندي بقى ايه شهر، شهر ونص، انا ورزق شهرين، احنا ورزقنا يعني على حسب استهلاكنا. الحاجات بقى اللي انا طلعتها دي اللي انا هستخدمها في السلطة، وهعمل طبق مسقعة كده. انا بحب احط على المسقعة بطاطس وفلفل طبعا مقلي، فلفل حامي، قرنين فلفل مشطشطين كده. فهبتدي بقى ايه اعمل البطاطس اللي انا هحمرها زي ما انتوا شايفين كده. هقطعها صوابع وهحط عليها ميه، اشطفها تاني شطفه كمان وهحط عليها ميه واركنها. والبدنجان نفس الحكايه، كانت حته بدنجانه، كيلو البدنجان ب25 جنيه. بحبه جدا. في الوقت ده بيبقى غالي، بس بيبقى قلبه زي الخصايه، لا بذرة ولا حاجة من دي خالص. بجد كانت بدنجانة اقسم بالله تتاكل اكل كده لوحدها من غير اي حاجه، وصحيه ومية مية. حطينا بقى عليها حبه ملح، تنزل الميه بتاعتها كده على بال ما نبتدي الاكل بتاعنا. ورحت برضو البطاطس حطيتها شطفه، وحطيت عليها حبه ميه وركنتها. انا بجهز بس كده ايه الحاجات الغدا. برضو خدت حاجة السلطة غسلتها، وغسلت الرز وصفيته وكله تمام التمام. اول حاجة هبتدي بيها احط الشواية على النار كده واشوي البوري بتاعي. يا نهار ابيض على اللي كان عامله البوري في المطبخ. البوري سمين جدا، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، سمين جدا جدا جدا. وكان عامل دخنة كان هيموتني والله يا بنات. يا رب ربنا يكرمنا ان شاء الله، ان شاء الله في اقرب وقت هجيب فرن صغير كده
واحطه في البلكونه زي الفرن بتاعنا في البلد. اشوي فيه بقى واعمل فيه كل حاجه باذن الله، باذن الله. اذا كان ليا عمر على الدنيا، انا عندي اهلي هناك بيعملوا فيه كل حاجه كل حاجه. فان شاء الله يعني باذن الله اجيب لي واحد. بس كده، فحطيت بقى دول على النار، وقلت بالمره جنبه كده ايه اعمل حبه الرز. هعمل حبه رز حبايه وحبايه. اخدت حبه رز كده هحمرهم، وبعد كده احنا هنا في الاسكندرانيه، وحتى عندنا في البلد والله بنعمله رز والحبايه وحبايه ده جنب السمك. عشان انا شفت الناس بتعمله جنب الرز على اليوتيوب يعني. جنب قصدي اللحمه وكده، جنب الرز ازاي يعني، جنب اللحمه والفراخ والحاجات دي. لكن احنا هنا الاسكندرانيه بنعمله جنب سمك. وفي كمان، وعندنا برضو في البلد في البحيره بنعمله جنب سمك برضو. بس كده، فاخدت بقى حته دقه زي ما انتوا شفتوا، وحطيتها كده في طبق، وحطيت عليها ميه وعصرت ليمون. ممكن لو عندك عود خضره او كزبره تقطعيه عليها، او شبت على راحتك. وجبت طبق كده او قارب او اي حاجه عندك، وحطيت فيها ورق ألمونيا عشان هطلع فيها السمك المشوي. ما اخدوش وقت على النار، نزل كميه دهن وكميه سمين غير طبيعيه يا بنات، غير طبيعيه. بصوا الطاسه دي كلها هتبقى كلها سمين دلوقتي، لدرجه ان الدخنه مش هتخليه الكاميرا تبين حاجه. بصوا انا قطعت المقطع ده، كانت الدخنه مش مبينه اصلا اي حاجه، كأن في شبوره كده. ففصلته بقى انا وطلعته اهو من على الشوايه الحمد لله. وحطيت له حبه الميه، وهكمره بقى بالورق الألمونيا كده. يا سيدي يا سيدي، وكلي بقى بألف هنا وشفا على قلبك وقلب ولادك. طبعا كنت برضو جنبها وانا بكمل شوي وبحمر البطاطس. الشفاط شغال، والبلكونات وشبابيك الشقة كلها على الشارع ومفتوحة، وكنت هموت من الدخنة بتاعت السمك. ماما ممكن انا بقى اسمع؟ حاضر اخلص بس يا كوكي. خلاص هنا بقى بقلي في البدنجان كمان اهو خلاص قليته. هطلعه بقى ومحضرت كام قرن فلفل اخضر كده، عشان المسقعه دي يعني لازم تكون مشطشطه لازم. اختكم بقى من التعب في الحته دي كانت فصلت، لان طبعا انتوا عارفين يوم السوق. وبالنسبه لينا احنا كستات، احنا بقى بنتنا طالعين نازلين طالعين نازلين. ربنا يديله يا رب الصحه وطولة العمر. بابانا هو اللي بيقوم بالمهمه دي، بس حبيبي كان تعبان مش قادر خالص. فقلت له خلاص يا حبيبي عنك انت بقى، انا عايزه انزل، انا اصلا مخنوقه وعايزه انزل من القعده وكده. حمرت خلاص الفلفل، هدخل بقى الطاسه في الفرن وهبتدي. بصوا عشان تعرفوا ان انا مهيسه. بعمل بقى الصلصه بتاعت المسقعه في طاسه قد ايه. قطعت فيها تومه، وهحمر بقى التومه بتاعتي. الصلصه دي كنت انا هعملها للمسقعه، بس للاسف لقيت ريحتها كده اللي هو مش مفهومة، هي بايظة سليمة. قلت لها لا، وعلى ايه، احنا مش ناقصين. رحت رمياها. بصوا هنا بقى كبرت طبعا الطاسة، قلت هو ايه اللي انا بعمله الهندي ده. والله تقولوا الواحد كان مهيس خلاص فصل شحن، لان انا بصحى من قبل الفجر بنص ساعة. فكنت خلاص بقى في الوقت ده، كانت الساعة 5 6 يعني، خلاص كان فاضل المغرب، فاضل عليه حاجة بسيطة ويأذن. حطيت بقى بعد التومة ما اتحمرت، رحت حط عليها الطماطم. ضربت طماطم وحطيتها اضمن، ورميت طبعا الصلصة التانية وحبة ملح وبس. وسقطت بقى فيها الحاجة بتاعتنا كده تاخد غلوة، والتانية ونبتدي نقدمها. ايوه انتي كنت جعانة؟ ايوه كنت بس جعانه. يا حبيبة قلبي هخلص على طول اهو، فاضل حبة صغننين خالص خالص. ماما ممكن اتفرج عليك عشان انا عايزه اتعلم ازاي اعمل الاكل، اوكي. عشان بعد اكبر واكون عندي عيلين صغيرين انا اتعلم ازاي اطبخ. عشان لما تكبري يبقى عندك عيلين صغيرين. ليه عيلين يعني مش 4 مثلا؟ 4 ايه بس؟ 4 أولاد. طيب كل الأطفال اللي هتقعدوا فين؟ هيقعدوا في الأرض يعني؟ لا في بيتك بقى، انت هيبقى عندك بيت بتاعك. لا هيكون عندي أطفال 2 عشان كفاية كده بقى. 2 بس، تحديد النسل. تمام.
عشان تكفيهم بتقول لكم. طيب المهم، هنا بقى ايه ابتديت ايه اقلي السمك. تمام والله يا انت يعني، ربنا يخليكي يا كوكي عسولة، ربنا يحميكي يا رب ويبارك فيكي يا قلبي. هنا خلاص الزيت كان سخن اهو يا بنات، وبحط بقى السمك اقليه. وغدانا النهارده سهل جدا وبسيط، وطبعا عملت طبق سلطة قمر كده، وكان خفيف جدا يعني حاجة عسل كده. سمك مقلي وبوري مشوي وبس يا كوكي، ورز حباية وحباية وطبق سلطة وبس، وحبة مخلل طبعا من التلاجة، ورضا وفضل وعد. خلاص جبت بقى هنا اللي هو مناديل المطبخ دي. البوري هنا كان ايه صفى ميته، فهبتدي بقى امسك النخاشيش بتاعته كده وادفس فيها كمية مناديل. يعني بصي كده، وهبيته مكفي كده على بقه زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي. هبيته بقى مكفي على بقه كده في المصفى للصبح. هتلاقيه نشف خالص. وفي الفيديو بإذن الله بإذن الله اللي جاي يا إما اللي بعده لسه مش عارفة هعمله بقى معاكم. هو هيبات ليلة يعني، أنا الفيديو اللي أنا هعمله فيه مش عارفة إذا كنت هنزله بكرة ولا بعده، لكن هو يعني أنا هبيته ليلة. يعني هنا أنا ابتديت أعمله اهو الساعة 6 اهوت. بكرة إن شاء الله إن شاء الله إذا كان ليا عمر على الدنيا على الساعة 9 على الصبح بقى، على الساعة 9 على الساعة 10 كده هبتدي بقى ايه املح، وهوريكم طبعا في الفيديو اللي جاي انا هعمله ازاي. بس كده اشوفكم في فيديو جديد، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. باي باي.